مش قادرة اقول لكم الماسك ده بجد بجد قد ايه حلو. اهم حاجة بقى لازم لما تيجي تحط الماسك تشديه كده زي ما انتوا شايفين، تبدأي من خدك لحد ودنك زي ما انتوا شايفين كده. ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. مع بعض بقى فيديو جديد. تعالوا بقى مع بعض نعمل ماسك حلو جدا، بينظف البشرة بعمق، بيشيل الجلد الميت، لو في عندك كمان بثور، بيشد البشرة قوي، تفتيح سريع جدا جدا. بصوا عايزه اقول لكم انا لو بشرتي يعني بتبقى مجهده وتعبانه، انا بعمل الماسك ده. مكوناته كلها من المطبخ بتاعنا، سهله وبسيطه جدا جدا. تعالوا مع بعض نشوف المكونات. بس الاول لو اول مره تشوف القناه ما تنسيش بقى تشتركي في القناه، فعلي زر الجرس علامه الكل عشان يوصلك كل جديد انا بنزله. ويلا بينا نشوف المكونات. اول مكون معانا وهو اللبن البودر، معلقه من اللبن البودر. طبعا المعلقه لازم تبقى متساويه في جميع المكونات بتاعتنا، ومعلقه من النشا. وطبعا بقى معانا بعد كده مكون الاساسي بتاعنا وهو حبه البركه او الحبه السوداء. زي ما انتم شايفين كده بجيب حبه البركه من عند العطار، وبعد كده اطحنها في المطحنه، واطحنيها كويس جدا جدا. انا طحنتها على قد ما قدرت يعني، وهاخد منها معلقه برضو زي ما انتم شايفين كده. يبقى مكوناتنا بقى ايه؟ معلقه من اللبن البودر، ومعلقه من النشا، ومعلقه من حبه البركه، وحطيت دلوقتي معلقه من العسل، وهدمجهم مع بعض. وبعد كده هعجن بقى الخليط ده، معلقه من اللبن او معلقه من الزبادي او معلقه من القشطه اللي هي بتاعه اللبن، واقلبهم كده كويس مع بعض. ويبقى الخليط ده انا هسيبه بس كده لمده دقيقه واحده يتجانس كله كده مع بعضه. وبعد كده هبدأ ان انا احطه على بشرتي، هسيبه شوية وهنرجع تاني نشوف. زي ما انتوا شايفين كده انا سيبته، حسيته ان هو تقل يعني القوام، ولا خفيف عندي ولا تقيل. هنا بقى حبيت اوريلكم الحبة السوداء او حبة البركة، الشكل قبل ما يطحن وبعد انا ما طحنته. طبعا انا ما طحنتوش قوي، يعني انتوا بقى حاولوا انتوا تطحنوه كويس جدا جدا. هنبدأ بقى المرحلة اللي بعد كده، نبدأ بقى نشمر بقى ايدينا ونبدأ نحط الماسك بتاعنا. نجيب اي حاجة عشان ما نبهدلش نفسنا. طبعا انتوا في البيت بقى براحتكم يعني انطلقوا زي ما انتوا شايفين كده. طب انا مش معايا طبعا الفرشة، هبدأ بقى ان انا ايه استخدم ايدي. بصوا بقى اهم حاجة لما نحط اي ماسك لازم نبدأ ان احنا يبقى كده في حركات دائرية. ليه بقى حركات دائرية؟ علشان بتنشط الدورة الدموية بتاعة بشرتنا. طبعا بقى بشرتنا تتشد وتبقى نضرة وجميلة جدا جدا زي ما انتوا شايفين كده. تبدأي بقى كده من الخد وتشدي كده وانت بتحط الماسك لحد ودنك، ونفس الكلام برضو عند الجبهة، من الجبهة لحد كده شعرك كده لفوق. تفضلي تعملي الحركة دي كويس جدا جدا. عايز اقول لكم بجد بجد الماسك تحفة جدا جدا. الماسك ده لو انتي مثلا بشرتك بهتانة، بتتعرضي للشمس كتير، عايزة تعملي كده ماسك كده، يعني بعد يوم تعب، اعملي الماسك ده. الماسك ده حلو جدا، ترطيبه كمان عالي لانه كمان في فوائد كمان في المكونات بتاعتنا. اللبن البودرة مع النشا بيفتح جدا جدا. كمان حبة البركة بتعمل على ازالة التصبغات والكلف وحب الشباب كمان. فبصراحة المكونات كلها حلوة جدا جدا ومن مطبخنا، وما كلفناش حاجة، وفي نفس الوقت احنا حافظنا على بشرتنا. طبعا ان انا حطيت الماسك بتاعي سيبته بقى ينشف شوية، وبعد ما نشف خالص رحنا بقى علشان نغسل وشنا. والمرحلة بتاعتنا الأخيرة، عايزة أقول لكم بجد بيرطب البشرة قوي قوي قوي، ترطيب عالي والله العظيم. تحس ان البشرة بتاعتك ناعمة وحلوة جدا وكمان مشدودة. هنبدأ بعد كده بقى نمسح بقى بشرتنا بالمنديل وبحركة الطبطبة، ما ننشفش يعني، بحركة طبطبة. هبدأ بعد كده هعمل ايه بقى؟ هرطب بقى. عندك كريم مرطب حطي، عندك زيت جونسون حطي، اي حاجة. جبت انا بقى جل الصبار، وهبدأ بقى ان انا احط جل الصبار على بشرتي. وبعد كده هعمل حاجة تانية، هجيب بقى الجاد رولر
وهبدأ ان انا امشيها على البشرة بتاعتي علشان يبقى ايه تشدي كده بشرتي وتبقى البشرة مرنة وحلوة. وعايزة اقول لكم بجد بجد بعد ما عملت الحاجات دي كلها قد ايه بشرتي جميلة وما كلفتنيش حاجة. وفي نفس الوقت ان انا حافظت على بشرتي وكمان فتحتها حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان الماسك ده لو عندك مسامات كمان واسعه بيعمل كمان على تقليل المسامات، حلو جدا جدا، بيشد البشره قوي 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 زي الفل بجد بجد. جيل رول دي برضو هتلاقوها في اي محل بيبيع المستحضرات التجميل، ومش غاليه خالص خالص وحلوه. انا بعمل ايه بقى؟ بحطها في التلاجة شويه واطلعها ساقعه بقى على البشرة. قد ايه جميلة جميلة، بتعمل كده يعني بصوا استرخاء كده للبشرة. وبحس كده ان البشرة بعد ما بعملها البشرة مشدودة وحلوة جدا جدا. عملت لكم قبل كده فيديو عليها بجد بجد، لو لقيتيها اشتريها على طول، حلوة جدا جدا. وخلاص كده خلصنا الفيديو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. استخدموا الماسك ده حلو جدا جدا. باي باي، مع السلامة.